نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بيان سبورتس. الموعد يتجدد مع لقاءات دوري ابطال افريقيا تشامبيونز ليج لموسم 2022-2023. هنا الدار البيضاء، هنا كازابلانكا، هنا مركب محمد الخامس، والوداد الرياضي بعد حين سيخوض 30 سنة. الرجل الذي قاد قبل أيام فيها عرضية، فيها خطورة، فيها لمسة، فيها تحضير، فيها تسديدة، والهدف الأول يضيع، فيها كرة أولى وتهديد واضح من جانب الوداد الرياضي عن طريق الدولي المغربي يحيى عطية الله الظهير الأيسر الذي صعد نسبيا موفقة بالنسبة لبيترو أتلتيكو. هنا خطأ، ممكن جول، ممكن جول، ممكن جول. الحارس بعد ذلك أوغو ماركيز يتدخل هنا، شيء أمامية. الاستلام من سيف الدين بوارا، حاول هنا يقدم الدقائق. أنا على يقين بأن هناك فرص اليوم. الحسوني عندك هي العملود يرفع الكرة، يبحث عن سامبو، لكن في الفريميجا معقل الوينرز. هكذا هي إبداعات الملوك، هكذا هي إبداعات ملوك المدرجات. صورة معبرة على إبداع جماهير فريق الوداد، وهذا ليس بغريب عن أنصار الفريق الأحمر. مشاهدين الكرام، هكذا هي مؤازرتهم، هكذا هو تشجيعهم، هكذا هي لوحاتهم. الحسوني استلمها، الحسوني راوغ، الحسوني تقدم، الحسوني وركلة جزاء، كرة في الجهة اليمنى. هذا هو الحسوني، العرضية في اتجاه سيف الدين بوارا، لكن التغطية الدفاعية بعد ذلك رجع بيترو أتلتيكو توصل على الطرف اليمين جاريدي. مشاهدينا الكرام، هنا نقلة من حيمود، يا سلام يا حيمود، ولكن هنا طالت على سيف الدين بوارا، تخرج مباشرة إلى يلعب في العمق. محاولة المرور، الفكرة ممتازة، نقلة داخل منطقة الجزاء، يخرج رضا الصولاو، حذاري من ترك المساحات. الصولاو امين، لكن هنا فرحان في التغطية، تسديدة بعد ذلك مرة جانبية. حذاري من مثل هذه الأخطاء. امين أبو الفتح وكذلك فرحان في الدين لازال يحتفظ بالكرة. هنا بيترو يضغط، هنا تبادل رائع. يحيى يدخل، يحيى لازال يحتفظ بالكرة. يحيى مر، يحيى العرضية والراسية بعد ذلك، الراسية وفيها ضربة مرمى. كان ذكيا يحيى جبران لأنه لم يتابع هذه الكرة وترك المجال ليحيى عطية الله أنه يتقدم. شوف هنا، لأن جبران كان خطيرة اليوم، وصلت على الطرف الأيمن، هنا تمشي لجاريدي مقابلة هدف واحد، بينما لدينا كرة فيها أيوب العملود يفتح المجال لأناجم، تقدم سامبو يمرر. هنا وصلت لي العملود، الدخول، ركلة جزاء، ركلة جزاء في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، مع دخول أناجم لمنطقة الجزاء. بالفعل إسقاط أناجم، والحكم الإيفواري لم يتردد في الإعلان عن ضربة جزاء. ونتوقع الهدف الأول، جماهير تترقب، كذلك الإشارة تأتي. يحيى جبران يتقدم، والهدف الأول جول، الهدف الأول الوداد الرياضي. يحيى جبران كعاداته بالتخصص يضع في المرمى. نحن العائلة، نعم، هكذا يقول جمهور الوداد في السراء والضراء، بل في الضراء قبل السراء. هذا جانبي العمل، يمر من فترات الألقاب المحلية والقارية، ولانه فعلا هو واحد من الكبار. تمشي الكرة أناجم من طرف اللاعب جيلبرتو، العرضية العملود بعد، وهذا على مر التاريخ، هذا ليس بمصري. رجعت الكرة لبيدرو بينتو، يعيد لي الاستلام على طول، محاولة المرور، التسديدة بعيدة تماما خارج أرضية الميدان. هنا حقيقة اليمنى فيها عرضية، فيها خطورة، فيها تسديدة، ممكن جول صعبة على دفاعات فريق الوداد الرياضي. الجانبية، لعبة الجانبية بسرعة، الراسية، ولكن نبحث عن هوية الوداد.
وعن الطريق الماضي لم يكن بمحض الصدفة، لأن هناك عمل، لأن هناك الوداد الرياضي وبأي تغييرات نعم بإمكانها أن تجعل فريق الوداد يظهر بصورة أفضل في 45 دقيقة الثانية. بينما أندري سانتوس يعتمد حيمود استلم الكرة، ممتاز حيمود فيها وضعية تسلل، تلعب هذه الجانبية بسرعة العرضية، لازالت صعبة الكرة تطول، سلامات مرت هذه الكرة على مرمى فريق الوداد. الحظ أن الوداد في اللقاء القادم في دوري أبطال اللعب كل 3 أيام، ولكن الأمر مرهق جدا، الأمر متعب جدا، وبالتالي الوداد يواصل اللعب بهذه الطريقة، فأنت لن تسلم من الانتقادات ولن تسلم من الضغوطات، رغم وحتى لو خرجت فائزا في هذه المواجهة، حتى لو خرجت فائز فأنت هذه فرصتنا للثاني، هذه فرصتنا للثاني، فيها وضعية تسلل يقول الحكم. الراية ترفع، حيمود تابع الكرة الحرة قصيرة، بيدرو فرانسيسكو يرفعها داخل منطقة الجزاء، خطيرة صعبة، ممتاز يا فرحان، رائع، مجموعة من اللاعبين، يحيى يرفع، يحيى وبالراس وسامبو، ماذا أضاع سامبو، أمين بيترو اتلتيكو مرفوع الكرة، اخرج يا تاغناوتي، ترك نعم عالي على الجميع الى ضربة مرمى لفائدة الخطيرة، صعبة، لازالت صعبة لبيترو، يا امين يا امين، انت لاعب ممتاز، واحد من اللاعبين المميزين في الدوري، الكرة العرضية لكن سهلة بعد ذلك هنا توصل لحارس بيترو، هذه كرة من جاريدي، كم كانت صعبة، الكرة تتهيأ في دار أيوب العملود. هل رأيتم كيف نسبة الاستحواذ أصبحت متقاربة جدا بين الفريقين؟ جاري خطيرة، لا زالت صعبة، أمين فرحان يطلع الكرة، بعد ذلك الحكم يقول فيها ركنية، لم يلحق بالكرة، لا اضغط يا سامبو، لكن كينيتو لعناصر فريقية بيترو لم تكن مركزة، سند تأتي من العملود، يدخل العملود، ممتاز العملود، العرضية، من يتابع، هذه إشكالية الوداد، القناص اللي بإمكانه إنهاء الهجمة بهدف، يعني كرات ننتظر تنفيذ يحيى عطية الله، مقوصة في تم، سامبو يمرر، هنا وصلت لي العملود، الدخول، ركلة جزاء في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، مع دخول أناجم لمنطقة الجزاء بالفعل، إسقاط أناجم، والحكم الإيفواري لم يتردد في الإعلان عن ضربة جزاء، ونتوقع الهدف الأول، جماهير تترقب، كذلك الإشارة تأتي، يحيى جبران يتقدم، والهدف الأول، جول، الهدف الأول الوداد الرياضي، يحيى الجبران كعاداته بالتخصص يضع في المرمى، نحن العائلة، نعم هكذا يقول جمهور الوداد في السراء والضراء، بل في الضراء قبل السراء، هذا جاري به العمل، يمر من